السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات وشي وصفة الزهراء. نقدم معكم هنا السفوف غسلو كل واحد وشنو كيقول ليه بطريقة ديال الأم ديالي الله يحفظها يا ربي. نخليكم هنا أخواتي مع المقادير وطريقة التحضير اللي سهلة وبسيطة. عندي كيلو ديال جلجلان اللي محمر، وعندي كيلو ديال اللوز اللي قليتو، عندي كاس ديال النافع وكاس لاروب ديال حبة حلاوة اللي طحنتهم كما شفتوا في الفيديو. وهنا غادي نحيد واحد زلافه ديال الجلجلان المحمر، وحيد زلافه تقريبا ديال اللوز مقلي. تما طحنت الجلجلان، راني وريتكم كيفاش طحنته. وهنا غادي نطحن اللوز. انا ما شاركتش معكم المراحل ديال الطحين باش ما نطولش عليكم الفيديو، لان انا عندي غير هاد الماكينه الصغيره راني غادي نطحن بها. هنا كتشوفوا القوام ديال اللوز ملي تطحن، هذا القوام ديال الجلجلان. ما صراحة ما طحنتهمش حتى خرجوا الزيت ديالهم، ولكن طحنتهم حتى نيلو، يعني ما بقاوش بحال السميده رقيقه. وهنا اللوز حتى هو طحنته بنفس الطريقه اخوات. غادي نخليكم هنا مع المقادير كامله ان شاء الله اللي غادي نحضروا بها هاد السوف. انا طحنت هذاك النافع وحبه حلاوه، وبطبيعه الحال ضروري كتغربلوهم، يعني واخا طحنتوهم كتغربلوهم باش كتحيدوا داكشي اللي بقى رقيق. انا هنا غنغربل معكم القرفه. هنا عندي تقريبا 2 معالق كبار عامرين ديال القرفه، ضروري تغربلوها. شوفوا شنو غنحيدو منها، فحال النافع فحال حبه حلاوه. غادي نضيف المسكه الحره، الكوزه، هانتوما تشوفوا معايا القياسات. وهنا هاد الزلافه هادي خديت واحد الكاس ديال الزيت اللي قليت فيه اللوز وطيبت فيه الدقيق. هذه هي التعليكه اللي كتجي رائعه في السفوف. صراحه كتجي زوينه معتمده عند الوالده ديالي. وهاد السفوف هذا بالطريقه كيجي رائع. واللي ذاقوه يسولكم شنو دايرين فيه. تما ديك النص كوزه اللي طحنت غندير هنا واحد شويه ديال الملحه باش نصححوا الذوق. وتما هذاك شويه ديال المسكه الحاره اللي وريتكم في يدي طحنته مع معلقه ديال السكر. ها هو عندي هنا 2 كيلو ديال الدقيق الابيض اللي حمرته وغربلته. ضروري تغربلوه. وهذوك الحبيبات ما تحكوهمش مع الغربال، صافي كتحيدوهم. يعني راه ملي كتغربلو ملي كتحمرو وتغربلو راه كينقص تقريبا جايه لنص كيلو اللي كتنقص. وهنا غادي ندير معكم السكر كلاصي في السفوف. تقريبا هزات ليا شي 370 غرام اللي هز ليا السفوف كامل. انا هنا ضفت معكم شويه، ومني غادي نبدا نخلط غادي نذوق ونشوف ولا خصني. الا شفتو ناقص في الحلاوه غادي نزيد. هنايا دوبت نص كيلو ديال الزبده ديال العبار. حاولوا ديروا زبده نوعيه جيده. وغادي نشوف الا خصني ليدام غادي نزيد الزيت البلديه. تقريبا في المجموع في الطوطال هز ليا واحد كاس 2 كيسان لاروب ديال كاس العنبه ديال الزيت البلديه. هنايا غادي نخلطوا هاد المكونات كاملين هنا حتى كيتجانسوا. غنخلطوا الدقيق مع اللوز مع الجلجلان مع المكونات الاخرين اللي ضفنا حتى كيتجانس لينا هذاك الدقيق مع السكر قرفه المسكه الحاره. مهم ان شاء الله نخلي لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. اهم مرحله في السفوف هو الدليك، يعني كيبغي انه يتدلك مزيان باش كيخرج هذاك الزيوت ديالو وكيتجانسوا مع بعضياتهم. يتجانس الدقيق مع اللوز مع الجلجلان والمكونات الاخرين. هادو هما المكونات ديال السفوف ما شاء الله كيجي رائع. وبالنسبه لليدام نتوما كتحكموا فيه. كاينين الناس اللي كيبغيوه ناشف ما كيبغيوش فيه ليدام بزاف، وكاينين الناس اللي كيبغيو تاني كيجي معلك وطالق الزيت ديالو. كل واحد وكيفاش كيبغي. انا هنا ما غاديش نديرو ناشف وما غاديش نديرو طالق الزيت، يعني بين وبين. هانتوما غادي تشوفوا القوام ديالو في الاخير. المهم غادي يجي مجموع، غادي يجي السفوف مجموع. كنتمنى اخواتي هاد الطريقه هذه صراحه طريقه رائعه ديال الام ديالي الله يحفظها. كيجي زوين كيجي رائع. بالنسبه للناس اللي ما كياكلوش اللي كيبغيو يديروا السفوف صحي، يمكن لهم ما يقليوش اللوز يديروه في الفران
وما يديروش الدقيق الابيض، يمكن ليهم يعوضوه بدقيق القمح الكامل، ولا يعوضوه بالشوفان، ولا كل واحد يدير داكشي اللي كيبغي واللي كيرتاح ليه. ضروري هنا ملي تبغيو ديروا الزبده، ضروري ملي تذوبوها تخليوها حتى كينشف منها داك الحليب، وملي تبغيو تخويوها ضروري تصفيوها باش هذيك داك الكشكوشه ديال الحليب ما كتهبطش في السفوف، باش الناس اللي كيطول معاهم السفوف ما يخسرش ليهم مع المده. هنا مني خلطنا المكونات حتى تجانسوا، انا راه ضفت هنا الدقيق كامل. غادي نضيف هنا الكاس الاول ديال الزيت البلديه، وغادي نخلط، وغادي نعاود نزيد داك كاس لاروب الثاني صافي. وغادي نكتفي بهاد الكميه ديال الليدام. وفي هاد المرحله كما قلت لكم اللي هي مرحله مهمه، كيبغي انه تدلك مزيان. بالنسبه للناس اللي عندهم العجانه يمكن لهم يستعينوا بالعجانه، غير هو ما ديروش فيها واحد الكميه كثيره باش ما تخسرش لكم العجانه ديالكم. كما كتعرفوا الصفوف راه ثقيل ملي كديري فيه ليدام، وهذا ديروا غير تقريبا نص كيلو نص كيلو ودلكوه، وبقاو استمروا بديك الطريقه حتى غادي تكملوا الكميه كلها اللي عندكم. انا هنا شوفوا راه قسمته على جوج باش ما يغلبنيش، باش ندلكو مزيان. وهنا في هذه المرحله راني ضفت السكر، سكر كلاصي، وغادي نستمر بدليك حتى غادي نكمل ان شاء الله. وغادي نعاود نضيف الكميه الثانيه مع الكميه الاولى ونكمل بدليك باش كيتجانس لينا حتى هاد السكر اللي ضفنا. انا هذا كنوريكم القوام، هذا هو القوام اللي بغيت انا، صراحه كيجي زوين. كنتمنى اخواتي لو وصلتوا حتى لهنا ما تنساونيش من لايك فضلا وليس امرا. هنا راني ضفت الكميه الثانيه ودلكت، ما شاء الله كيجي زوين. انا هذا هو القوام اللي بغيت. هنا ضفت هذيك السلافه ديال اللوز اللي خليت صاينه. الناس اللي ما كيبغيوش يضيفوا اللوز صاين يمكن لهم يطحنوه في الهاشوار واحد شويه، ما ينيلوش، يخليوه شويه طريفات. وانا كيعجبني صراحه هكا صاين. وغادي نخلي واحد شويه ديال اللوز باش غادي نزين في التقديم على حسب التصوير. كنوريكم هنا القوام ديال السفوف، ما شاء الله راه تدلك ولا مزيان. انا هنا غادي نغطيه حتى غادي نعاود ندلكو دلكه تانية، وغنخليه بس في القصريه باش نشوف القوام ديالو، حيت السفوف راه كينشف. بالنسبه لي انا هنا الغد لي في الصباح درت التقديم، بان ليا هو هذاك صراحه ما زدت فيه حتى شي حاجه. بان ليا هو هذاك في الليدام ديالو، في الحلاوه ديالو، في كل شيء. انا قدمت لكم بهذه الطريقه، طريقه بلديه، يعني طريقه عاديه. وكيبقى هذا هو الشكل ديال الصوف ديالنا، ما شاء الله كيجي رائع والمذاق اروع. كنتمنى اخواتي هاد الطريقه هذه تنال اعجابكم. شكرا لكم بزاف بزاف على المشاهده. كما شفتوا اخواتي غنستمر بالطريقه في التزيين، كل واحد يقدمه لان قدموا كما بغيتو، لان في الاخر غادي نديروه في علبه تكون كتسد مزيان. وغادي نخليه ان شاء الله فين ما تحتاجوه كتهزوا واحد القياس اللي كتبغيو كتعاودوا تحتفظوا به. هنا اخواتي تزيين صراحه بسيط، وهذا هو الشكل ديال الصفوف ديالنا. انا هنا كنوري لكم عن قرب باش تشوفوا كيفاش جا. انا غنقطع معكم واحد شويه باش تشوفوا القوام ديالو، صراحه جا زوين. وهنا كنقول لكم حاولوا تحكموا حتى في التحمر ديال الدقيق وجلجلان واللوز، هما راه عندهم واحد الدور كبير. وكنقول لكم الى اللقاء اخوات، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات وشيوات فاطمه الزهراء.